عليكم. حياكم الله، أخوكم حسن دبوة. أحييكم كل التحية. أحد الأخوة من اليمن، وأسأل الله أن يفرج همنا وهم اليمن وهم سوريا وهم العراق وهم الأمة كلها. أسأل الله. مع مودم انترنت أو مودم DCL زي هذا، أو طبعا مختلف عن هذا شوي من ناحية الشركة. طبعا هذا تبع اتصالات السعودية، وفي أنواع في اليمن صينية، ولكن الفكرة واحدة ونفس المواصفات. فيه واي فاي وشريحة سلك تبع توصيل الكمبيوترات، وأنتل وفيه تطفيه وتشغيل. يعني ما في جديد، مثلا نفس الفكرة. قال لي يا حسن، تقدر أو نقدر نشغلها على بطارية صغيرة. الكهرباء عندنا في المنطقة دائما طافية، وصدقوني الفكرة موجودة، اتوقع انها موجودة على النت، ولكن وكأنه يقول اشتيها منك يا حسن وبسط لي الفكرة. وفعلا الفكرة بسيطة جدا وما تستاهل، ولكن تابعوني، خليكم معي. هذا فيشة الكهرباء. طبعا هنا فيشة الكهرباء تدخل للمودم وتشغل المودم. وهذا المحول تبع المودم، يجي من مصنعه، من المصنع نفسه. قبل ما تحوله تحاول ترجع الكتابة اللي فيه موجودة في أحاول أوضحها شوي. لاحظوا 220 فولت 50-60 هرتز. 12 فولت التغذية الداخلية. طبعا الاوت من المحول هي 12 فولت 2 امبير. طبعا الامبير بسيط جدا جدا اللي هو 2. لو حصلت طبعا هذه المواصفات بامكانك تشغل المودم على بطارية سيارة، بطارية صغيرة، اي بطارية تجيب لك 9 فولت او 12 فولت. ان كان 2 امبير او كان زيادة شوية ما يضر. والفكرة بسيطة جدا. اذا توفر معك مثل هذا الفيش، نفس الفيش هذا توفر معك، وهذا طبعا تحصله عند اصحاب الالكترونيات، محلات البلاي ستيشن مليان فيشه نفس النوعيه هذه. يعني توفر على نفسك انك تقص المحول، لكن لو ما حصلتش الفيشه هذه، ما عليك الا ان تقص سلك المحول عفوا، عادي جدا. لاحظوا انا قصيته هنا، ما في اي مشكله. بامكانك تعمل له فيشه محترمه بعدين، فصل ووصل، او تلبسها شطر طول. الكهرباء طافي. نحط هذا على جنب، نخليه يرتاح له ساعه ساعتين يومين، ما عندك مشكله. سيبنا منه. ناخذ الفيشه هذه، لاحظوا هذه فقط، ونركبها هنا. تلاحظوا السلكين جايه، في واحد منهن فيه ابيض، والثاني اسود ساده او خفيف، يعني اسود عليه خط خفيف جدا جدا، او ممكن تقول اسود، وهذا اسود على ابيض مقطع. هذا موجب، وهذا
السالب. وبدون مقدمات نوديه لبطارية السيارة. هذه بطارية قدامكم تشوفونها، وهذا السلك جاي منها موجب، ونشبكه هنا. وهذا السالب أيضا جاي من البطارية أيضا، تلاحظونه هذا، ونشبكه هنا. لاحظوا المودم اشتغل. أنا بحاول أطفي الشاشة، تلاحظوا بحاول أطفيه، تشوفون طافي، شغال. شغال على وش؟ شغال على بطارية السيارة. لاحظوا هذا هنا سلك الكمبيوتر اللي يروح الكمبيوتر، وهذه هنا السلكين اللي تجي من البطارية قدامكم، ما فيها أي ما بطيل عليكم اخواني الاعزاء. الجهاز شغال قدامكم على بطارية 12 فولت، بامكانك تشغله على اي بطارية. طبعا حتى البطاريات الصغيرة اللي هي 2 امبير 7 امبير 6 امبير اللي تجي في السيكل الدباب في اليمن ابو عجلتين، هذا العادي تشغله. اي بطارية، لا تعقدوها على انفسكم نهائي نهائي نهائي. اتمنى اني وصلت الفكرة. طبعا انا ما احب اطول الموضوع، بسيط جدا جدا. سلكين قصيناهم وصلناهم في الخلف هنا في سلك الكهرباء نفسه. طبعا للفائدة بعض الناس يعني ما هو فاهم في الكهرباء كثير. هذا لما بنشبكه هنا، طبعا ما بنشبكه عشان السلك بس، عادي طبعا السلك مجروح ما في اي ضرر لانه يطلع 12 فولت. بعض الناس مثلا تقول له اشبك هذا وهو بيده، يقول لك لا كهرباء بتمسكني يعني بروح فيها. لا، هذا بيدخل 220 وطبعا جوا دائرة الكترونية ودايودات ومقاومات، محول تردد صغير يقوم بخفض التيار وتنزيلها من 220 او من 110. بس هذا طبعا هو يركب على 110، يركب على 220، يخفض الكهرباء ويخرجها حسب المسجل في الدارة، مسجل هنا في المحول نفسه. فهذا يخرج الى السلك، هذا يخرج 12 فولت 2 امبير. طبعا 12 فولت معناته انه 12 فولت، لكن الامبير ما في 2، معناته ان لو لامست بين الاسلاك او حملته حمل كبير ما فيش بتكون قوة كهرباء فيه، خاصة لما يكون الامبير ضعيف. فما في ذاك التعقيد. يعني بعض الناس يقول لك معي المودم شغال على الكهرباء 220، ما فيش، مستحيل يشتغل على حاجة ثانية غيرها. لا المحول هذا صح يجيب 220، ولكنه في الأخير ينزلها يهبطها. هذا المحول يهبط ال 220 إلى 12 إلى 7 إلى 9 إلى 6 على حسب المقاس اللي موجود. وأنت قبل ما تعدل مودمك، قبل ما تعدله وتعمل فيه أي شيء، تروح للصقة اللي موجودة فيه وتشيك عليها. لاحظوا هذه موجودة، تشيك عليها قبل، وهذه كنصيحة طبعا. لاحظوا كنصيحة، شيك عليها وشوف لي الفولتية وش اللي موجود. شوفوا مكتوب انباوت يعني الدخول 240 فولت 50 60 هرتز 5 امبير او 8، انا اسف 8 امبير نعم. والاوت باوت الخروج من المحول بيخرج لك 12 فولت مسجل عليه 2 امبير.
خلاص 12 فولت 12 فولت، معنات انه الجهاز هذا او الدار الالكتروني اللي دخل هذا تتغذى على 12 فولت، ما لنا دخل من 220 ان شاء الله حتى 700 فولت ما لنا علاقه فيها. الجهاز يشتي 12 فولت، انا بدبر عمري بنزل لي 12 فولت من طاقه شمسيه، من بطاريه، من بطاريه سياره، من الحبب الصغيره، البطاريه الصغيره حقات البقالات اللي تجي الصغار ذولا اللي هو يجي 1.5، بجمع لي مثلا مجموعه بحسب 1.5 كم محتاج عشان يكون 12، بحطهم بلفهم في كرتون وبوصل السالب والموجب بشتغل المودم. ما في اي تعقيد وما في المشكله الكبيره فيه. المعروف طبعا عالميا، انا اتوقع في ناس اخبر مني في النت واخبر مني في الالكترونيات واخبر مني في كثير من الامور، انا انسان بسيط، لكن مثلا للتوضيح الدارات الالكترونيه الى حد الان ما فيش دارة الكترونيه زي هذه مثلا. هذه دارة أو قطع إلكترونية، ترانزستور، محول، دايودات، مقاومة. ما فيش في العالم إن في تيار يدخل عليها 220 أو 300 فولت أو 170 فولت أو حتى 50 فولت. ما فيش. أغلب الترانزستورات، المحولات، الاي سي اللي تشوفون هذا، المقاوم البلوري، محولات تردد، المقاومات المتغيرة، كل القطع في العالم وأتحدى كلها تشتغل على 6 7 8 فولت 10 فولت 12 فولت. يعني ما فيش حاجة اسمها دار الكتروني تدخلها مباشرة 220. الكمبيوتر بتدخلها 220، كل الدارات اللي موجود داخل بتدخلها 220، لكنها بتهبط إلى كذا وكذا وكذا، تقسم إلى 5 ولا 12 إلى 24، لا يوزعونها حسب الطلب للجهاز. الشاشات نفس الكلام، المسطحة والقديمة يدخل لها 220 ويهبط التيار أو ينزل شحنه إلى 9 و10 و12. نادر ما تحصل بعض دوائر اللي فيها ترانزستورات تكبير وما تكبير، هذه تقوم بالتكبير، تدخل فيها مثلا 12 فولت بطارية السيارة هذه، وزي هذا الجهاز، ويقوم بالتكبير يقوم الاي سيات بتكبير العمليه عبر محولات ترد الداخل، ويقوم بتكبيرها حتى تصل الى 220 فولت او 110 امبير، طبعا متوسط. يعني ما اطيل عليكم، كل الحب وكل التحيه. اسال الله لكم التوفيق ودعواتكم لاخوكم حسن، وادعموا القناه. غفر الله لكم ولوالديكم.